لو جربتِ تعملي الفول بالطريقة دي، مش هتعملي أبدًا بأي طريقة تانية، الطريقة دي ما شاء الله حلوة جدًا، جدًا. الفول بالطماطم بقى من أجمل وأطعم الفول اللي ممكن تعمليه في حياتِك، هتعمليه بالطريقة دي. الفول ده أنا اللي مدمساه، ممكن تخشي عندي على الصفحة وتشوفي الطريقة هيعجبِك أوي وطريقته سهلة جدًا، جدًا. هتجيبي بقى كده طاسة على النار وتحطي فيها معلقة توم مفروم وفلفل بقى كده يكون حامي بقى كده ما شاء الله بيخلّي الفول إيه، حاجة جميلة ما شاء الله. فلفل أحمر وفلفل أخضر، أنا باحب الفلفل الحامي باحطه في الفول بيدّي طعم حلو أوي، أوي. ممكن بقى لو مش بتحبي الحامي حُطّي بارد، بس لازم فلفل طبعًا. هاقلّبهم بقى كويس كده ياخدوا يا دوب بس إيه تشويحة كده في الزيت، وبعد كده بقى هانزل إيه بالطماطم دول طماطمتين عصرتهم عصير طماطم، وممكن تحطّي صلصة بس أنا صراحة باحب أحط طماطم فريش. هاسيبها بقى كده معايا لحد ما إيه تتسبك نُص تسبيكة بس، مش باحب إيه أسبّكها أوي. هاحط بقى في الطماطم كزبرة ناشفة وكمون وملح، وهاسيبهم بقى كده إيه يغلوا غلوتين حلوين كده، وهابدأ بقى أنزل بالفول بتاعي كده زي ما أنا إيه قُلت لكم الفول ده أنا اللي مدمساه، طريقته سهلة أوي، أوي. شايفة الفول بقى وجماله وحلاوته؟ هانزل بقى كده بالفول في إيه، في الصلصة اللي أنا عملتها، وهاعمل بقى فول بقى كده ريحته هتقلب الدنيا كلها. جربوه والله حلو أوي، أوي، من أجمل وأطعم الطرق للفول اللي أنا عملتها الطريقة دي. هاسيبه بقى كده على النار ياخد ويدّي كده بقى مع نفسه ويتسبك كويس أوي كده، مش محتاجة أي حاجة تاني غير شوية مخلل بقى كده وبصل أخضر يا سلام! مش عايزين أي حاجة تاني، حاجة كده ما شاء الله حلوة أوي. جربوه إن شاء الله يعجبكم. لو أول مرة بقى بتتفرجوا عليَّ يا ريت، يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.